صيادية دمياطي. هنعمل مع بعض النهاردة السمك الصيادية الدمياطي على أصوله من غير افتكاسات بطريقة سهلة وبسيطة جدا، إن شاء الله تعجبكم. لو أول مرة تشوفوني اعملوا متابعة للصفحة ولايك وشير وتابعوا معايا الفيديو. أكيد في الأول أهم حاجة إن احنا ننضف السمك كويس جدا وبننقعه بالليمون ونغسله كويس ونقطعه، بعد كده بنسيبه في مصفى زي كده يصفي كل السوائل الزيادة اللي فيه علشان ما يكونش فيه أي زفارة. وأساس الأكلة معايا النهاردة البصل. هنا قطعت بصلتين حجم متوسط مكعبات صغيرة وضفت عليهم من 3 ل 4 معالق زيت. هنا الزيت مش كتير عشان ده الزيت اللي هسوي بيه الأكلة كلها سواء الشوربة أو الرز، والبصل كذلك هستعمله في الشوربة والرز، بس هنا هحمره مرة واحدة. هنا ضفت على البصل حوالي نص معلقة صغيرة من الملح تساعد معايا البصل ان هو يدبل، وهنبتدي نحمر البصل. هنا هستعمل كيلو من السمك، تقدروا طبعا تستعملوا اي نوع سمك تحبوه، بس الافضل ان هو يكون سمك حجم كبير وكمان يكون نوع فصه ناشف، يعني مش بلطي. انا من الناس اللي ما بتحبش البلطي في الصياديه. هنا بعد ما البصله حسيت ان هي ابتدت تدبل ضفت عليها نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وهستمر بقى في التقليب لحد ما ياخد اللون الحلو. وهنا البصل زياده شويه، انا بحب دايما بحمر البصل زياده شويه، يعني ما يكون زياده معايا احسن ما يكون قليل، يعني علشان لما اجي اظبط لون الصياديه لو قليل معايا اكيد هكسل ان انا احمر بصل من الاول، خصوصا ان هو بياخد وقت. هنا ما شاء الله ابتدى ياخد لون بس لسه شويه، انا مش عاوزه يكون لونه فاتح كده ولا غامق قوي ان هو يوصل للون الاسود، لا عايزه يكون لون بني حلو علشان يظبط معايا لون الاكله. لو غمق زياده عن اللزوم هيمرر وهيخلي طعم الشوربه مر، وكذلك الرز مش هيكون حلو خالص. اهو هنا خلاص ما شاء الله اخد اللون المظبوط. هبتدي دلوقتي بقى اطلع البصل ده على طبق كبير واسع، وهوزعه كده فيه كويس علشان يبرد معايا ويخرفش ويكون عليا سهل عليا طحنه. احنا بقى هننعم البصل ده في الكبه، في مفرمه التوابل بتاعه الخلاط، حتى لو في الهون، المهم ان هو يوصل معانا ان يكون عامل زي المعجون ناعم ما فيهوش اي كتل. وهنا البصل بقى الزيادة هنضيفه على مية تسوية الرز. هنا جبت حلة تانية حطيت فيها مية على قد او اللي هتناسب كمية الرز اللي انا هسويها، وضفت عليها الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل. والحلة اللي احنا حمرنا فيها البصل دي اللي هنسوي فيها السمك وهنعمله شوربة. حطيت فيها شوية مية وهسيب الحلتين على النار ليغلوا لحد بقى لما يغلوا. هنعم البصل ده كويس قوي، وكمان هغسل الرز اللي انا هسويه. ده بقى معجون البصل اللي احنا حضرناه. اول ما ميه الرز ابتدت تغلي كده هاخد من المعجون ده معلقه واحده بس، وهضيفها واقلبها كويس كده لحد ما اظبط اللون، لحد ما اوصل للدرجه اللي انا عاوزاها. لو احتاجنا بصل تاني هنضيف. كده كان تمام مظبوط قوي. وضفت كمان على الميه دي نص معلقه صغيره من الثوم المفروم. دي تكه حلوه قوي، مش بتخلي طعم الثوم باين او ظاهر زياده، بس بتدي طعم حلو جدا. جربوها ان شاء الله تعجبكم. بعد ما غسلت الرز كويس وصفيته من الميه بتاعته ضفته على الميه اللي احنا حضرناها بالبصل، وكمان ضفت له الملح المناسب ليه، وهقلبه تقليبه واحده كده، وبعد كده هغطيه، بس لسه هنرجع له تاني قبل ما يتشرب. وهنا ميه السمك اول لما تغلي هضيف عليها ملح. طبعا في الاول هنضيف البصل والملح، يعني زي ميه الرز بالظبط، هنظبط لونها الاول قبل ما نضيف ليها السمك. ضفت هنا شوية من الملح حوالي معلقتين، وكمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وهنا ضفت معلقة واحدة من البصل وهقلبها. هنضيف كده البصل شوية شوية، الأحسن انتي ما تتسرعيش وتضيفي البصل مرة واحدة عشان لو لونها غمق زيادة مش هتعرفي تظبطيه تاني. هنا كان اللون فاتح قوي، ضفت كمان نص معلقه من البصل. والبصل اللي بيتبقى عادي جدا ممكن تشيليه في علبه صغيره او في كيس تلاجة في الفريزر تستعمليه مره بعد كده، مش يعني تكوني مستعجله مثلا لو ما عندكيش وقت تحمري بصل هيكون جاهز عندك. اول لما تغلي الميه هضيف عليها السمك اهو، وهنا هغطيه، بس اول ما يبتدي يغلي ويطلع الريم بتاعه هنرجع له تاني. هنا اول ما الرز خلاص احس ان هو هيتشرب، يعني لسه له حاجه بسيطه خالص، هضيف عليه نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود ورشه من الكمون، وهقلبه تقليبه واحده، وبعد كده هغطيه واسويه زي الرز العادي. اول لما يتشرب ههدي النار شمعه لحد ما يكمل السوا بتاعه. وهنا السمك اول ما يبتدى يغلي هنشيل الريم اللي بيطلع على الوش زي اي لحوم بنعملها.
حاجتين يخلوا السمك الصياديه ما فيهوش اي زفاره، ان انت تغسليه كويس بالليمون وتصفيه من اي سوائل زياده فيه بعد ما تغسليه كويس من الميه النقع بتاعته اللي بالليمون، وتقطعيه تصفيه كويس جدا. وكمان ان احنا نشيل الريم اللي بيطلع على الوش ده مهم قوي. هنا الرز ما شاء الله كان اتشرب وهديت عليه النار زي ما قلنا لحد ما يكمل التسويه بتاعته. وكمان في ناس تقول لازم نواري بغطا الحله للسمكه الصياديه علشان الزفاره. انا عن نفسي مش شايفه ان دي ليها اي لزوم، لان طالما زي ما اتفقنا شلنا الريم وغسلين السمك كويس ومصفينه من الميه مش هيحصل له اي حاجه ومش هيكون في اي زفاره. بعد ما السمك استوى معانا كويس، ونخلي بالنا ان السمك ما يتهريش، نحافظ عليه كده متماسك وما نقلموش كتير. طبعا ظبطنا الملح بتاعه، واول ما يستوي كويس وخلاص طفينا النار او هنطفي النار بنعصر عليه نص ليمونه. هبتدي بقى اقدم الاكل. كان الرز بتاعي استوى وطفيت عليه النار والسمك بتاعي جاهز، وما شاء الله هوريكم الشوربه من قريب اهي، لونها حلو جدا مظبوط جدا جدا. في ناس كتير تحب تاخد السمك في الاول تحميره في الزيت قبل ما تضيفه في الشوربه علشان يحافظ على شكله ويكون متماسك وما يتهريش. هو بيكون طعمه حلو ولذيذ بس بيكون تقيل جدا. الوصفه دي او الطريقه دي زي ما اتعلمناها من امهاتنا، هي دي الطريقه على اصولها، وبتكون مظبوطه وخفيفه مش متعبه خالص. اهم حاجه تظبطي لون البصل ان هو ما يتحرقش او ما يوصل للون الاسود، وانت هتاخدي نتيجه حلوه ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم وتكون الوصفه عجبتكم وتجربوها وتنجح معاكم. ما تنسونيش بلايك وشير لو عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.